تخيل ان في طريقه تقدر من خلالها انك تاخد اي صوره موجوده عندك وتحولها لستوري بورد كامله من 9 لحد 25 مشهد متسلسلين، نفس الشخصيه، نفس التفاصيل، نفس الاسلوب، ثابت 100% باستخدام الموديل الجديد GPT Image 2. وانا عارف ان مشكله ثبات الشخصيات كانت بتواجه ناس كتيره، بس خلاص اتحلت. والاقوى كمان بعد كده هوريك ازاي تحول الستوري بورد دي لفيديو سينمائي كامل باستخدام سي دانس 2، اقوى نموذج توليد فيديوهات دلوقتي. والطريقه دي تشتغل على اي حاجه، انمي، كرتون، اعلانات، او اي فكره في دماغك. في الفيديو ده هوريك خطوه بخطوه ازاي تطلع من صوره واحده فيديو كامل جاهز. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انا سونيك. عاملين ايه يا شباب؟ ان شاء الله تكونوا بخير. ما تنساش اللايك والسبسكرايب بتوعك وانك تفعل زر الاشعارات علشان يوصلك كل فيديو جديد اول ما ينزل ان شاء الله. ويلا بينا نبدا من غير الكلام كتير. دي يا شباب صوره انمي كنت انا عاملها باستخدام الشات جي بي تي. طبعا الصوره دي عملتها باستخدام الموديل الجديد اللي اسمه GPT Image 2، وزي ما انت شايف كده عمل لي صوره شكلها رهيبه جدا. طبعا انت مش شرط خالص انك تستخدم نفس الموديل اللي انا استخدمته لتوليد الصوره، تقدر عادي جدا تستخدم اي موديل انت عايزه. ولو انت حابب تستخدم نانو بنانا 2 فعندك الحريه الكامله يعني. تعال بقى اوريك ازاي قدرت احول صوره الانمي دي الى فيديو انمي كامل. فبس خلينا احمل الصوره دي الاول، فهطلع فوق هنا واضغط على داونلود. الموقع بقى اللي احنا نستخدمه لتحويل الصوره دي الى انمي هو موقع تو فيو. طبعا الموقع ده انا كل فتره بتكلم عليه لان هو الصراحه كل شويه بينزل ميزه جديده، وكل ميزه بتبقى اقوى من الثانيه. واكيد طبعا هتلاقيه سايب لك تحت في وصف الفيديو في اول تعليق مثبت رابط موقع تو فيو عشان يعني لو انت حابب تستخدمه. الميزه بقى اللي احنا نستخدمها النهارده هي ميزه الستوري بورد GPT Image 2 تو سي دانس، واللي انت بتقدر من خلالها انك تعمل ستوري بورد كامله او يعني مخطط بصري. وبيقدر انه يعمل المخطط البصري ده باستخدام الموديل الجديد اللي بيطلع صراحه نتائج رهيبه جدا، هو الموديل بتاع GPT Image 2. ده غير كمان ان هو بيستخدم سي دانس 2 اللي هو حرفيا اقوى موديل لتوليد الفيديوهات عشان يحولك الستوري بورد دي الى فيديو. فهنضغط هنا على ستوري بورد زي ما انت شايف كده. هنا بيعلمك بيقول لك ازاي تقدر تصنع الفيديو. بيقول لك اول حاجه انك هترفع اي صوره، على سبيل المثال مثلا صوره زي كده، وهتكتب الستوري او القصه اللي انت عايزها للفيديو ده. وزي ما انت شايف بعد كده هيعمل لك جنريت ستوري بورد. زي ما انت شايف هيعمل لك ستوري بورد بالمنظر ده او مخطط بصري. وطبعا لو انت خدت بالك كده هتلاقي في الستوري بورد ان في تسلسل للمشاهد، يعني المشاهد كلها متناسقه وماشيه مع بعضيها. بل كمان هتلاقي ان الشخصيه الرئيسيه ثابته في جميع المشاهد بنفس الشكل من غير ما شكلها يتغير تماما. وبعد كده هتقدر تعمل جنريت فيديو او انك تولد فيديو من خلال الستوري بورد اللي هو عملها لك. فتعالى بقى اوريك ازاي نقدر نعمل الكلام ده. في البدايه كده هنطلع فوق هنا عند ريفرنس ايمج، وزي ما انت شايف كده بيقول لك تقدر ترفع لحد 16 صوره، يعني تقدر ترفع عناصر كتيره جدا. تقدر بقى ترفع كاركتر، شخصيات يعني، وعناصر كتيره. لو انا عايز بقى احول الصوره بتاعتي الى ستوري بورد، فكل اللي انا هعمله هطلع فوق هنا وهضغط هنا على امبورت. بعد كده هحدد على الصوره اللي انا عايز اعمل منها ستوري بورد اللي هي الصوره دي. بعد كده هنضغط هنا على اوبن. بعد كده بيقول لك يور ستوري، يعني بيقول لك اكتب هنا القصه اللي انت عايزها للفيديو بتاعك، بحيث يعني ان هو يقدر يفهم الفكره اللي انت عايزها هتكون عامله ازاي، علشان يقدر يعمل لك منها ستوري بورد او مخطط بصري بالشكل اللي انت عايزه. انا بالفعل خليت الشات جي بي تي انه يكتب لي برومبت عن طريق ان انا وصفت له وصف بسيط جدا عن الفكره اللي انا عايزها او اللي موجوده في دماغي. وبالفعل زي ما انت شايف عمل لي البرومبت ده. فكل اللي انا هعمله هحدد عليه واخده كوبي بالمنظر ده. هرجع تاني على توب فيو واروح هنا عند يور ستوري او القصه بتاعتي وهعمل لها هنا بيست او لصق بالمنظر ده. بعد كده من الاسبكت ريشيو هنا او المقاس اللي انت عايزه للصوره هتعمله على 16 ل 9. بعد كده تضغط هنا على ادفانسد سيتنجز. بعد كده هتنزل تحت هنا عند الموديل وتختار الموديل اللي انت عايزه لتوليد الستوري بورد او المخطط البصري. هتلاقي موجود عندك GPT Image 2، وهتلاقي برضو موجود عندك نانو بنانا 2، وهتقدر برضو تستخدم نانو بنانا برو لو انت عايز. ولكن انا الصراحه هستخدم الموديل الجديد اللي هو GPT Image 2 علشان الصراحه بالنسبه لي بيطلع نتائج افضل بكتير من نانو بنانا 2. فهنحدد عليه بالمنظر ده. وبعد كده من ريزوليوشن هنا هتختار الدقه اللي انت عايزها للصور بتاعتك. هتلاقيها موجوده عندك 2K و 4K. خليني مثلا اختار 2K. بعد كده هنيجي هنا عند جزئيه مهمه جدا، وهي عدد المشاهد اللي انت عايزها في الستوري بورد بتاعتك. هتلاقي فيه عندك 4 مشاهد، وهتلاقي عندك فيه 9 مشاهد، وهتلاقي برضو موجود عندك 25 مشهد. وطبعا المشاهد دي بيعملها لك على هيئه ستوري بورد بالمنظر اللي انت شايفه ده. ولو انت عايز تعمل عدد مشاهد معينه فتقدر تضغط هنا وتكتب عدد المشاهد اللي انت عايزها بالمنظر اللي انت شايفه ده. انا الصراحه يا شباب عايز الستوري بورد بتاعتي تكون من 9 مشاهد، عشان كده هضغط هنا على 9. وبعد كده اخيرا هضغط هنا على جنريت ستوري بورد علشان يبدا لنا في توليد الستوري بورد بتاعتنا من خلال الصوره اللي احنا رفعناها. زي ما انت شايف كده بدا دلوقتي يعمل لنا جنريتنج او توليد للستوري بورد بتاعتنا، وبيقول لي استنى 3 دقايق.
والستوري بورد بتاعتنا بقت جاهزه، فخلينا كده نضغط هنا علشان نشوف شكلها. وده يا شباب هيكون شكل الستوري بورد بتاعتنا. طبعا لو انت خدت بالك كده هتلاقي انها مكونه من 9 مشاهد، وطبعا لو انت خدت بالك برضو كده هتلاقي ان في تسلسل في احداث القصه بتاعتنا بالمنظر اللي انت شايفه ده، والمشاهد كلها لايقه مع بعضيها. واهم حاجه طبعا كده هتلاقي ان هو محافظ لنا على شكل الشخصيه بتاعتنا اللي احنا رفعنا صورتها بالمنظر ده في جميع المشاهد من غير ما شكلها يتغير تماما. تخيل احنا عملنا الستوري بورد دي من صوره واحده فقط. فخلينا اول حاجه بس نحمل الصوره دي من هنا، فهنضغط هنا على داونلود. لو انت بقى خدت بالك هتلاقي ان في تحت الستوري بورد اللي عملها لنا في كلمه جنريت فيديو، او يعني اللي معناها توليد فيديو. فهنقدر من خلال الاختيار ده او من خلال الزر ده ان احنا نحول الستوري بورد بتاعتنا دي الى فيديو باستخدام الموديل بتاع سي دانس 2، ويحول لنا المشاهد دي اللي موجوده جوه الستوري بورد الى فيديو كامل. فهنضغط هنا على جنريت فيديو، وبعد كده هينقلنا على الصفحه اللي قدامك دي. من هنا بقى تقدر تختار الموديل اللي انت عايزه. هتلاقي موجود عندك فيه موديلز كتيره، ولكن احنا طبعا هنختار الموديل بتاع سي دانس 2 العادي. هتلاقي برضو الموديل بتاع سي دانس 2 فاست موجود عندك هنا. بعد كده من هنا تقدر ترفع ريفرنس او مراجع او صور يعني مرجعيه. زي ما انت شايف هتلاقي ان هو اصلا رفع الصور بتاعتنا اللي احنا عملناها كريفرنس او كمرجع. هتلاقي رافع هنا الستوري بورد، وهتلاقي هنا رفع الصوره اللي انا رفعتها له في الاول خالص. ولو انت ضغطت هنا على امبورت هتقدر ترفع صور تانية. والشيء جميل جدا لو انت ضغطت هنا على بورد هتقدر تختار او هتقدر يعني ترفع صور او هتقدر ترفع فيديوهات، وكمان هتقدر ترفع اوديو او ملفات صوتيه. يعني انت مش هتقدر ترفع صور بس، لا انت كمان هتقدر ترفع فيديو، بل وكمان هتقدر ترفع ملفات صوتيه وتقدر تستخدمهم كمرجع عشان يعني لو انت عايز تستخدمهم في الفيديو بتاعك. انما في البرومت هنا هتلاقي ان هو كتب البرومت اللي انا رفعته لعمل الستوري بورد دي، فلو انت عايز تستخدمه تقدر تستخدمه زي ما هو. ولكن طبعا من الافضل انك انت تعمل برومت خاص بالفيديو علشان النتيجه تطلع معاك افضل. فانا الصراحه يا شباب هشيل البرومت القديم ده واعمله ديليت وهستبدله بالبرومت الجديد ده برومت انا كنت مجهزه من الاول لتحويل الستوري بورد دي الى فيديو. ولو انت بتسال انا ازاي عملت البرومت ده، فعملته بطريقه سهله جدا وبسيطه. فتحت عندي الشات جي بي تي ورفعت صوره الستوري بورد وقلت له اكتب لي برومت لتحويل الستوري بورد دي الى فيديو باستخدام الموديل بتاع سي دانس 2. وزي ما انت شايف كتب لي البرومت اللي انت شايفه ده، فاخدت البرومت ده كوبي وضفته هنا عادي جدا. فالموضوع سهل جدا وبسيط يعني. خليني برضو كده اقول لك معلومه على السريع ممكن تفيدك، واعتقد يعني انها تفيدك. لو انت كده خدت بالك هتلاقي على كل صوره في علامه الات وجنبيها كلمه ايمج. هتلاقي مكتوب هنا ايمج 1 وهتلاقي ان هنا مكتوب ات ايمج 2. طب العلامه دي بتستفاد طب بيها في ايه؟ ببساطه لو انت عندك صور كتيره مرجعيه، يعني مثلا رفعت 10 صور مرجعيه ولا اكتر، فتقدر من خلال الرمز ده انك تحدد اني صوره مرجعيه انت عايزها في اني مشهد من المشاهد دول، بحيث يعني انه يقدر يستخدم الصوره اللي انت حددت عليها كصوره مرجعيه في اي مشهد على حسب المشهد اللي انت تختاره. يعني مثلا لو على سبيل المثال انا عايز استخدم الصوره دي بالتحديد مثلا في اللقطه دي، فكل اللي انا هعمله هضغط عندي على شيفت وبعد كده اضغط على الرمز بتاع ات بالمنظر ده، وبعد كده زي ما انت شايف هتلاقيه بيقول لي انت عايز تختار اني صوره تستخدمها كمرجع في اللقطه دي. فتقدر بقى بتحدد من هنا اني صوره انت عايز تستخدمها كمرجع. انا مثلا اختار ايمج 2 وهتلاقي انها اتضافت بالمنظر ده. فاتمنى تكون فهمت الجزئيه دي عشان حرفيا الجزئيه دي مهمه عشان هتنفعك بعدين لو انت هتصمم افلام كامله وكده وطويله. وبعد كده هننزل تحت هنا هنختار طبعا من هنا المقاس اللي احنا عايزينه. هنختار المقاس ده للفيديو، وبعد كده من الديوريشن هنا هتقدر تختار المده اللي انت عايزها للفيديو، واللي بتبدا عندك من اول 4 ثواني لحد 15 ثانيه. احنا طبعا هنختار 15 ثانيه. ومن هنا هتختار الريزوليوشن او الدقه اللي انت عايزها للفيديو. تقدر بقى تختار 720 بي لحد 1080 بي. انا هختار 1080 بي، وبما اننا اخترنا 1080 بي فهياخد طبعا منك كريدت اكتر، فانا الصراحه مش عايز استهلك الكريدت بتاعي، فعشان كده هخليه على 720 بي علشان ياخد بس مني 15 كريدت. وطبعا من هنا تقدر تختار عدد الفيديوهات اللي انت عايزه ينتجها لك في المره الواحده. احنا طبعا هنختار فيديو واحد. لو احنا كده بالنسبه لنا كل حاجه تمام هنضغط هنا على جنريت او توليد، وزي ما انت شايف كده هيبدا دلوقتي يحول لنا الستوري بورد اللي احنا عملناها دي الى فيديو، وهياخد 11 دقيقه تقريبا لتوليد الفيديو، ونتيجه الفيديو بقت جاهزه. فخلينا نضغط هنا. زي ما انت شفتوا كده دي شكل النتيجه اللي طلعت معايا، والصراحه النتيجه كانت رهيبه جدا. انت متخيل احنا عملنا الفيديو ده من خلال صوره واحده فقط؟ فده في حد ذاته شيء كويس جدا. بل انت حتى كمان هتلاقي ان في تسلسل في الاحداث
وهتلاقي ان اللقطات كلها لايقه مع بعضيها، وده بسبب الستوري بورد اللي احنا عملناه. واهم حاجه طبعا زي ما انت ملاحظ هتلاقي ان شكل الشخصيه بتاعتنا اللي احنا يعني رفعنا صورتها شكلها ما اتغيرش تماما في جميع المشاهد بتاعتنا. لو طبعا الفيديو عجبنا وعايزين نحمله هنطلع فوق هنا ونضغط على داونلود او تحميل، والفيديو هيتحمل معانا في خلال ثواني. دي برضو نتيجه تانية كانت طالعه معايا، ولكن الصراحه عشان ما اكدبش عليك ما كانتش افضل حاجه، ولكن برضو تعالى اوريها لك. زي ما انت شفت كده برضو الفيديو كان جميل، ولكن كان فيه بعض الاخطاء البسيطه في بعض اللقطات. حرفيا انت بقى تقدر بالطريقه السهله والبسيطه جدا دي انك تحول صوره واحده الى ستوري بورد او مخطط بصري وتحوله الى فيديو بالطريقه الجامده والرهيبه جدا دي. لو انت فاكر ان الاداه دي مخصصه فقط في تصميم الانمي وكده فانت تبقى غلطان 100%. الاداه دي حرفيا ممكن تستخدمها في اي حاجه، حتى كمان في تصميم الاعلانات. يعني لو انت عندك اي منتج عايز تعمل عنه فيديو اعلاني فتقدر برضو تستلم الاداه دي عادي جدا. زي ما انت شايف كده قدامك انا رفعت له صورتين، الصوره اللي مشروب طاقه انا مسميه سايبر سونيك، عملته يعني بالاي اي باستخدام النموذج بتاع جي بي تي ايمج 2، وهتلاقي ان انا رافع له صوره ثانيه ليا انا. الصوره دي يا شباب اسمها كاركتر شيت، عشان لو انت بتسال بيجيب لك الشخصيه بتاعتك او صورتك يعني من كذا زاويه مختلفه. ولو انت بتسال يعني كاركتر شيت ده بيتعمل ازاي هتلاقيني سايب لك في وصف الفيديو وفي اول تعليق مثبت البرومت ده. فكل اللي انت هتعمله هتنسخ البرومت ده وهتستخدم اي من نموذج لتوليد الصور زي مثلا جي بي تي ايمج 2، وهترفع اي صوره لاي حاجه انت عايز تعمل ليها كاركتر شيت، حتى ان شاء الله لو كانت صورتك انت، ويصنع لك منها كاركتر شيت بكل سهوله. ولكن الاول خلينا طبعا نعمل ستوري بورد لشكل العناصر او الصور دي، عشان بعد كده نقدر ان احنا نحولها الى فيديو باستخدام النموذج بتاع سي دانس 2. هنتاكد طبعا ان كل حاجه هنا مظبوطه، هنتاكد ان احنا عاملين الموديل على جي بي تي ايمج 2 عشان زي ما انت شفت كده بيطلع نتائج رهيبه جدا. وهنعمل هنا الستوري بورد على 9 برضو، تقدر تعملها على 25 زي ما انت عايز، وبعد كده نضغط هنا على جنريت ستوري بورد، وده هيكون شكل الستوري بورد اللي طلع معايا. تعالى كده اوريهولك. زي ما انت شايف كده شكله رهيب جدا. اهم حاجه كده انت هتلاقي ان المنتج شكله هو ما اتغيرش تماما عن الصوره اللي احنا رفعناها، وطبعا ده شيء مهم جدا، حتى هتلاقي المكتوب نفس الكتابه بالظبط بنفس كل شيء. وطبعا كده زي ما انت ملاحظ هتلاقي ان انا طالع في جميع المشاهد بالمنظر اللي انت شايفه ده. الصراحه ستوري بورد جميله جدا وطلعت بالظبط بنفس الشكل اللي انا عايزه. لو احنا بقى عايزين نحول الستوري بورد دي الى فيديو هنعمل نفس الكلام اللي احنا عملناه من شويه، هنروح هنا ونضغط على جنريت فيديو، وهتلاقيه ضاف لك على طول بشكل تلقائي الستوري بورد بتاعتك وصوره المنتج وصورتك انت او الصوره اللي انت رفعتها. فطبعا زي ما انا قلت ما احبش خالص ان انا اعتمد على البرومت ده اللي انا عملت منه الصوره، فانا رحت للشات جي بي تي ورفعت له صوره الستوري بورد بالمنظر ده، وكتبت له ان انا عايزك تكتب برومت لتحويل الستوري بورد دي الى فيديو، وبالفعل كده زي ما انت شايف عمل لي برومت اقدر عن طريقه ان انا احول الستوري بورد دي الى فيديو. فهاخده كوبي، هرجع تاني على توب فيو، هحذف البرومت القديم ده وهستبدله بالبرومت الجديد اللي هو ده. هتاكد ان كل حاجه هنا مظبوطه، وبعد كده نضغط هنا على جنريت او توليد علشان يحول لي الستوري بورد بتاعتي دي الى فيديو احترافي. تعالى كده اوريك شكل النتيجه اللي طلعت معايا. No energy? Too much to do? When energy runs out. Cybersonic unlocks your true power. Cybersonic, ignite your power. Finish everything fast. زي ما انت شفت كده النتيجه كانت رهيبه جدا وعجباني جدا الصراحه، وتقريبا الفيديو طلع بنفس الشكل اللي انا عايزه. وطبعا زي ما انت اخد بالك كده هتلاقي ان شكل المنتج او المشروب الطاقه شكله متغيرش تماما عن الصوره اللي احنا رفعناها، وده طبعا شيء مهم جدا. وعلشان تكون عارف الاعلانات دي بتتعمل حرفيا بمبالغ ضخمه جدا، تقدر بقى بالطريقه السهله جدا والبسيطه دي انك تعمل اعلان لاي منتج انت عايزه، حرفيا اي منتج انت عايزه. ولو انت عايز حاجه تسهل عليك كتابه البرومت وبتقدر عن طريقها انك تكتب برومتات احترافيه، في يا شباب اداه انا صنعتها عن طريق الشات جي بي تي اسمها سي دانس 2 اد كرييتور. الاداه دي انا صممتها، تقدر عن طريق الاداه دي انك ترفع صوره المنتج وترفع الستوري بورد اللي انت عملته اللي انا وريتك ازاي بيتعمل، وتنزل تحت هنا وتكتب فكره بسيطه جدا عن فكره الاعلان اللي انت عايزها. وزي ما انت شايف كده هيكتب لك برومت بطريقه الجيسون. وعايز اقول لك حرفيا الاداه دي بتطلع نتائج احترافيه جدا تقدر تستخدمها لاي منتج انت عايزه. عموما يعني انت هتلاقيني سايب لك الرابط بتاع الاداه دي اللي انا صممتها تحت في وصف الفيديو عشان لو انت عايز تستخدمها. ولكن خلي بالك الاداه دي مخصصه فقط للمنتجات، لو انت عايز تعمل يعني اعلان لاي منتج. طبعا انا عارف انك انت في الاخر خالص هتسالني وتقول لي يا سونيك هل بقى الاداه دي مجانيه ولا لا؟ زي ما بقول لكم في كل فيديو بعمله لتوب فيو ان الاداه دي مش مجانيه. زي ما انت شفت كده بتطلع نتائج احترافيه جدا، فحرام اداه زي كده تكون مجانيه. لو يعني انت بتفكر تشترك في الخطه المدفوعه بتاعت الموقع وعايز تعرف اسعار الخطط المدفوعه، فهتنزل تحت هنا وتضغط على برايسنج. دي يا شباب اسعار الخطط المدفوعه السنويه،
وخلي بالك ايام دي عليها خصم عالي جدا بيصل الى 67%. والخطه بتاعت البيزنس بتبدا عندك من اول 44 دولار بدل 75 دولار، وبتاخد قدامها 3000 كريدت، حرفيا عليها خصم عالي جدا. ده غير طبعا بقيه المزايا التانية اللي انت بتاخدها، وهتقدر من خلالها تستخدم الموديل بتاع سي دانس 2 وكمان سي دانس 2 فاست. ولو انت عايز تزود عدد الكريدت هتقدر تزوده من هنا، ولكن خلي بالك كل ما تيجي تزود الكريدت كل ما سعر الباقه يعلى، فخلي بالك يعني من الحته دي. لو انت عايز تشترك في الخطه المدفوعه بتاعت الموقع انصحك انك انت تشترك في خطه البيزنس. وعموما يعني هتلاقيني سايب لك تحت في وصف الفيديو وفي اول تعليق مثبت رابط الموقع عشان لو انت عايز تدخل وتجرب الموقع انت بنفسك. وبس كده يا شباب، وصلنا اخر الفيديو. ان شاء الله يعني الفيديو يكون عجبك واستفدت منه حتى لو كان بشيء بسيط. زي ما انت شفت كده انا حرفيا ما بخلش عليك باي معلومه، فاتمنى منك برضو ما تبخلش عليا بلايك وسبسكرايب، وانك تفعل زر الاشعارات لو اتكرمت طبعا علشان يوصلك كل فيديو جديد اول ما ينزل ان شاء الله. كان معكم سونيك، ان شاء الله اشوفكم في الفيديو اللي جاي. في امان الله.